في زمن بعيد في أرض مباركة كانت امرأة صالحة تدعى حنة بنت فاقودة زوجة عمران تتمنى أن يرزقها الله ولدا صالحا تخدم به بيت الله في القدس، فرفعت يديها إلى السماء وقالت في خشوع: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. واستجاب الله دعاؤها، فلما وضعت مولودها قالت في دهشة ممزوجة بالرضا: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. وسمت مولودتها مريم، أي الخادمة العابدة لله، ودعت أن يحفظها من كل شر. في محراب العبادة كبرت مريم في بيت الطهر والإيمان، وتولى النبي زكريا عليه السلام كفالتها. كانت طفلة هادئة كثيرة الذكر، تقضي وقتها في المحراب تصلي وتبكي وتسبح ربها ليلا ونهارا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا غريبا، فكان يسألها: يا مريم، أني لك هذا؟ فتجيبه في سكينة: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. البشارة العظيمة. وفي ليلة من ليالي عبادتها دخل عليها جبريل عليه السلام في صورة رجل جميل، فارتجف قلبها وقالت بخوف طاهر: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. فقال لها مطمئنا: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. تساءلت مريم بدهشة: أني يكون لي غلام ولم يمسسني بشر؟ كذلك قال ربك: هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا. ثم نفخ جبريل في جيب درعها، فدخلت النفخة إلى جسدها بأمر الله، فحملت بعيسى عليه السلام حملا طاهرا لا يشبه حمل النساء. آلام الوحدة والمخاض اعتزلت مريم الناس وذهبت إلى مكان بعيد في الصحراء، وحين جاءها المخاض اتجأت إلى جذع نخلة تبكي من الألم والوحدة وتقول في ضعف: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. لكن رحمة الله نزلت بها، فناداها صوت من تحتها: ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. عودة العبدة الصابرة. عادت مريم تحمل طفلها الرضيع بين ذراعيها، والناس مندهشون يتساءلون بقلوب قاسية: يا مريم، لقد جئت شيئا فريا. لكنها كانت قد أمرت ألا تتكلم، فأشارت إلى الطفل، فقالوا بسخرية: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ وهنا حدثت المعجزة التي أذهلت العقول. قال عيسى عليه السلام: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فسكت الناس وأدركوا أن هذا الطفل نبي من عند الله، وأن مريم بريئا طاهرة. العابدة الخاشعة. عاشت مريم بعد ذلك زاهدة في الدنيا، متعبدة في صمت وسكينة، لا تبحث عن مجد ولا عن مال، بل عن رضا الله وحده. كانت رمزا للنقاء وضياء للنساء المؤمنات على مر العصور. قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: كمل من النساء 4: مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة بنت تخويلد، وفاطمة بنت محمد. وهكذا بقي اسم مريم العابدة خالدا في التاريخ، رمزا للطهر والإيمان والصبر، وذكرها الله في كتابه الكريم، فصارت المرأة الوحيدة التي سميت باسمها سورة في القرآن.